مساء الخير. سنة 2000 التلفزيون المصري قدم مسلسل اسمه عبث الأقدار. المسلسل ده كان من بطولة الأستاذ الكبير عزت العلايلي الله يرحمه ومدام سمية الألفي ربنا يديها الصحة. المسلسل ده قصته باختصار عن بناء الهرم الأكبر، وكان الأستاذ عزت العلايلي بيقدم فيه الملك خوفو. طبعا اللي يعرف ان رواية عبث الأقدار دي رواية كانت لأديبنا الكبير طبعا الأستاذ نجيب محفوظ، أديبنا العظيم طبعا. الحقيقة حاولت ان انا ادور عليها على اليوتيوب، ما لقيت لهاش اثر، ولما بحثت شوية لقيت بوستات بتتكلم عن المسلسل ده بشكل بسيط قوي، وكانوا بيقولوا ان المسلسل ده ضعيف جدا، وحتى كان مستواه الفني ضعيف جدا لدرجة انه اتعرض مرة واحدة واختفى تماما. يعني احنا اعمالنا عن الفراعنة شحيحة جدا، ودي ليها اسباب. يعني قد تكون اسباب انتاجية في المقام الاول، انه محتاج صرف كتير، وطبعا ديكورات واكسسوارات وحاجات، رغم ان الاعمال التاريخية الاسلامية ممكن تحتاج اكتر من كده، وبنعمل مسلسلات تاريخية اسلامية اكتر من كده. ممكن يكون السبب التاني هو انه يعني قد يكون لها اسباب دينية. زمان طبعا احنا عارفين ان كان ليهم امون بقى ورعوا وكده، فقال لك ممكن التلفزيون نفسه او الدراما نفسها قالت لا، احنا مش هنجيب حاجة واحد يعبد لي بقى الشمس، واحد يعبد لي بقى صقر، واحد يعبد لي مش عارف ايه، لا بلاش من ده. بنكتشف كمان مفاجأة انه يعني في ماسبيرو زمان في اول السنة دي اكتشفت انه في مسلسل فرعوني اخر. احنا طبعا يعني اللي يعرف تلفزيون كويس يعرف ان احنا في اوائل الثمانينات واواخر السبعينات قدمنا سلسلة مسلسلات محمد رسول الله ولا اله الا الله. المسلسل لا اله الا الله واضح ان هو كان له كذا فيرجن. الفيرجن الثالث بتاعه او الجزء الثالث بتاعه كان بيتكلم عن اخناتون. طب ما الاخناتون وما لا اله الا الله؟ اخناتون ببساطة شديدة هو كان بيعبد الشمس. واضح ان الكاتبة وقتها امينة الصاوي تبنت فكرة انه اخناتون نبي او دعا للتوحيد، مع انه هو في التاريخ نفسه التوحيد كان للشمس، ما كانش لخالق الشمس يعني. والحقيقة المسلسل ده فاجئني بصراحة، يعني انتاج وحقيقة ممثلين ممتازين على اعلى مستوى. كان احمد عبد العزيز لسه صغير وكان ممثل دور اخناتون. نفرتيتي بقى مين بقى؟ كانت مدام ايمان التوخي ربنا يديها صح، وكان في عبد الله غيث الله يرحمه واستاذ محمد الضفراوي والفنانة محسنة توفيق رحمة الله عليهم جميعا. يعني طبعا بما اننا ذكرنا مسلسل لا اله الا الله، فاكيد الناس اللي كانت متابعة طبعا هتقولك طب ما انت ليه بتلف وبتدور؟ عندك قصة سيدنا موسى اهي عملنا لها جزء. يعني اقولك يعني مش مستحب قوي طبعا ان انا اقدم اقولك يعني مسلسل عن الفراعنة وامجاد الفراعنة واقولك سيدنا موسى، صعب يعني. ولكن لو حابب تتفرج مفيش مشكلة. ولكن يبقى في ذهني الحقيقة عمل نادر قوي اتعمل ومحدش بيتكلم عنه قوي. يعني هو مش مسلسل ولكنه عرض مسرحي اتعرض اثناء احتفال مصر باليوبيل الفضي لحرب اكتوبر، لانتصارات اكتوبر. العرض ده كان ببساطة رواية، يعني عرض مختصر لرواية كفاح طيبة لأديبنا الكبير طبعا نجيب محفوظ. طبعا يعني اللي يحضر طبعا الفترة دي هيعرف انه احنا من بداية التسعينات يعني لحد مثلا 2001 و2002
وكانت وزارة الإعلام كانت بتحتفل بانتصارات أكتوبر، بتعمل كده عرض أوبريت كده فيه غنى وفيه ممثلين. كان وقتها الأستاذ عمار الشريعي رحمة الله عليه كان بيلحن، وكان الأستاذ عبد السلام أمين الشاعر طبعا الكبير رحمة الله عليه برضو كان بيكتب الأوبريتات دي. ففي سنة من السنين معرفش بقى ما جابوش عمار الشريعي ولا جابوا عبد السلام أمين، جابوا الشاعر العظيم عبد الرحمن الأبنودي وجابوا دكتور جمال سلامة رحمة الله عليه يعملوا بقى الأوبريت ده. بس بدل ما هيبقى فيه أغاني بقى وناس تطلع تغني وأوبريت، لا احنا هنعمل عرض مسرحي عن كفاح بطيبة. طبعا كفاح شعب طيبة متناسب جدا لحرب أكتوبر. مين بقى اللي أخرج العرض المسرحي ده؟ طبعا مش هتصدقوا، هو الفنان نور الشريف رحمة الله عليه، محمود ياسين رحمة الله عليه، الفنان الكبير عزت العلايلي رحمة الله عليه. محمود ياسين كان طالع سكن الرع، وعزت العلايلي كان طالع الوزير. مين بقى طالع؟ أحمس النجم الكبير خالد النبوي. وعملوا عرض كان أسطوري الحقيقة، كان عرض جميل جدا وكان مصروف عليه. معرفش يعني ناس نسيها ليه قوي، ولكن لحسن الحظ هو موجود على اليوتيوب. اللي حابب يتفرج عليه انا هسيب ان شاء الله في الديسكريبشن تحت اللينك بتاعه، اللي حابب يعني يتفرج عليه. كان عرض اسطوري ومن وجهة نظري كان عرض جميل جدا جدا جدا. طبعا ما كانش ينفع ان احنا يعني ما نتكلم عن الأعمال الفراعنة من غير ما نذكر المسلسل اللي كان برضو عن كفاح طيبة بس ما اتعرضش. طبعا لولا الأخطاء التاريخية الفظيعة اللي وقع فيها كان زمانه بيتعرض، وكان يعني أنا كنت شايف إنه هو كان هيكسر الدنيا، ولكن يعني اللي حصل. ويعني المسلسل ده كان له حكاية برضو كبيرة شوية، يعني ما كانش مفروض يتعرض، وكان وقت كورونا، كان مفروض يبقى مسلسل خالد بن الوليد، ولكنه عشان ظروف الكورونا وسوريا وحرب سوريا اتقلب مسلسل فرعوني. وطبعا يعني مع الأربعة وقعوا في أخطاء تاريخية اتكشفت في التريلر، و هيج الرأي العام ضد المسلسل من قبل حتى ما يتعرض بأسبوعين 3. وعلى أثرها المسلسل ده يعني تم استبعاده من خريطة رمضان. وطبعا احنا عارفين يعني طبعا كان بطولة عمرو يوسف، وكان اسمه الملك، وكان معاه صبا مبارك وشريف سلامة، وطبعا كان باللغة العامية، فكانت الدنيا برضو كانت رايحة في 60 داهية. طبعا احنا ساعات قليلة وهنشهد حدث كبير جدا، افتتاح المتحف الكبير. طبعا احنا البلد كلها في حالة بقى من الزهو والفخر. يعني ممكن قبل الافتتاح لو حابب بقى يعني تتفرج يعني على حاجة كويسة، انا برشح لكم مسلسل طبعا لا اله الا الله، وطبعا العرض المسرحي الجميل ده انا برشح لكم المسلسل والعرض المسرحي. اللي حابب يتفرج يعني احنا في حالة نشوة بتاريخنا الفرعوني، حابب يتفرج هنا يتفرج هنا. طب والاتنين موجودين على اليوتيوب بالمناسبة، فاللي حابب يتفرج تمام زي الفل يعني. وطبعا العملين اللي فاتوا دول عملين اكيد طبعا من وجهة نظري كانوا جمال جدا وبيتكلموا عن عظمة الفراعنة، ولكن يتبقى طبعا درة التاج والأستاذ الذي أعاد لنا العصر الفرعوني في ذهن المواطن المصري. وإذا كان الفنان الكبير شادي عبد السلام ما قدرش يعمل الفيلم العظيم بتاعه إخناتون وما ظهرش للدنيا حتى هذه اللحظة، فهو طبعا يعني رفض انه يترك لنا الحياة ويسيب لنا احنا حاجة من ريحة الفراعنة طبعا. وبنا بنتكلم طبعا عن الفيلم القصير شكاوي الفلاح الفظيع. الفلاح اللي هو عنده شكوى وبيروح للفرعون، والفرعون المفروض ان هو بيحقق له طلبه يعني. وده كان عمل طبعا ما حدش يقدر ينكر انه عمل عظيم. فاحنا طبعا اكيد هنضمه
للترشيحات التانية. كان عندنا برضو مسلسل سيدنا يوسف برضو، لا إله إلا الله، أعتقد إن هو ممكن نقدر نضمه للأعمال المترشحة لأن احنا نشوفها يعني. مبروك لمصر ومبروك للشعب المصري، وإن شاء الله يكون فتحة خير على البلد في السنين الجاية. يلا كل سنة وانتم طيبين وآسف على ده. شكرا.